سير المنطقة الأمنية لمدينة المحمدية من فك لغز قضيتين، الأولى تتعلق بالنصب والاحتيال على الطريقة الإفريقية باعتماد الشعوذة والدجال. كان ضحيتها مواطن فرنسي مقيم بالمغرب، سلب منه مبلغ مالي بلغ 450 ألف درهم، وتم استدراجه لشخصين آخرين من جنسيات إفريقية سلب منه 300 ألف درهم. أما النازلة الثانية فتتعلق بستة شبان تم إيقاف 5 منهم بتهمة السرقة عن طريق الكسر هامة 15 محلا تجاريا. عرفت فرقة الشرطة القضائية لمدينة محمدية ظاهرتين، الأولى تتعلق بالنصب عن طريق الشعوذة والدجل، والثانية تتعلق بتكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة. بكل تأكيد فالعمل المشترك الذي تقوم به الشرطة القضائية والأمن العمومي معا عمل فعال أعطى ثماره، وذلك للحد من ظاهرة الجريمة بمختلف مكوناتها. المشتبه بهم في كلتا النازلتين، وبعد تعميق البحث معهم سيقدمون للعدالة لتقول كلمتها في حقهم.